اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بقى معانا الكشري، بنسلق اهو العدس بجبة، دي مية المكرونة. غسلنا العدس بجبة كويس وحطيناه يتسلق، وهنا بقى نسلق المكرونة. انا ما عنديش غير مكرونة سباكيتي، انت المفروض تعملي نوعين: مكرونة سباكيتي معاها عقل معاها اقلام، اللي انت تحبيه بقى. بس انا ما عنديش غير نوع واحد، فمش هنعمل كشري، لا هنعمل كشري هيمشي برضو، اي حاجة تمشي، كله هيتاكل. دي مكرونة سباكيتي، والعدس غسلناه غسلة نضيفة وحطيناه برضو يتسلق. عدس بجبة، نص كيلو عدس بجبة عليه كيلو رز. بنحط اهو باقي المكرونة. هنا العدس اهو وهو بيتسلق، وهنا بعد ما اتسلق حطيناه على الرز، طبعا غسلين الرز غسلة محترمة. وهنا هنحط عليه العدس بالمية بتاعته عشان يلون الرز. هتحط شوية زيت ومعلقتين ملح، زي ما قلت لكم نص كيلو العدس عليه كيلو رز. انتي بقى حابة تزودي عندك اسمه ايه، اللهم صل على سيدنا محمد، اسمه ايه المدور ده؟ حمص الشام. عندك حمص الشام، اسلقي واعمليه معاهم. هنا معانا طاسة هنحط فيها توم، وهنعمل طشة الطماطم بتاعت الكشري. هنا بصوا الرز مع العدس شغال، بيدي على النار، بيستوي لوحده. وهنا المكرونة بتتسلق. دي هنا الطماطم التسبيكة، حطينا شوية خل على الثوم، وهنحط الطماطم. وبصوا نقلب الثوم، شوية خل، وانزل بالطماطم في قلب الحلة، ينزل ينزل. طبعا هنحط برضو بهاراتك: فلفل اسمر، كمون، كزبرة، بابريكا، اللي انت بقى حابة تحطيه هتحطيه. حابة تضيفي اي حاجة ضيفي. هنا حطينا حتة سمنة، وهنحط عليها المكرونة، وهنحط عليها شوية ملح بفلفل، ونقلبهم. نطعم المكرونة بالسمنة بيبقى طعمها جميل. اهو بصوا ملح بفلفل، وهنقلب بقى السمنة مع المكرونة والملح بفلفل. كده خلاص خلصت معانا المكرونة اهي. بصوا انا ما كنتش عارفة اقلبها، هقلبها واوريها لكم دلوقتي. دي الصلصة اهي شغالة، وهنا هنقلب اهو المكرونة عشان تتغلف كلها بالسمنة. طبعا الكشري أكلة شعبية كل الناس بتحبها. اهو شايفين بقى هنا الرز مع العدس والصلصة، ودي الرز مع العدس برضو. هنا بقى واحنا بنغرف شايفين، زي ما قلت لك عندك حمص اسلقي وحطي، انا ما كانش عندي حمص عشان كده ما حطيتش. ادي المكرونة وفوقيها العدس بالرز، بيبقى طعمه جميل جدا على فكرة العدس مع الرز. هنحط عليهم الصلصة اهو شايفين، وهنحط شوية بصل، بصل مقلي. قوليلي بقى الطبق ده تجيبيه من بره بكام؟ احنا عملناه بأقل الإمكانيات في البيت.